صباح الخير. كنت قاعدة بفكر النهاردة أنا ليه ممكن أزهق من نفسي. يعني قعدت كده مع نفسي وفكرت هو ليه ممكن أزهق من محاولاتي الدائمة للتغيير، ومحاولاتي إن أنا عايزة أكون شخص أفضل وعايزة أنجح وعايزة أخلي حياتي أحسن. ليه باجي عند بوينت معينة وممكن أزهق من نفسي، أو ليه ممكن أفقد الأمل في نفسي أصلا. أعتقد إنه ممكن 90% من الناس اللي كنت بتتفرج دلوقتي جيت كده في بوينت ما في حياتها حست إن هي زهقانة من نفسها، إنه قد إيه هي بتحاول تغير حياتها وقد إيه هي بتحاول تكون شخص أفضل وأحسن، سواء على المستوى المهني سواء على المستوى النفسي سواء على المستوى الديني. بس بتيجي عند بوينت كده تحس إنها زهقت وتقول لنفسها أنا مفيش مني أمل، أنا مفيش مني أي حاجة خالص، أنا خلقته انه انا افضل كده، اوكي، او اتخلقت ان انا هفضل كده للابد. اعتقد البوينت دي كلنا مرينا بيها. بس سبحان الله لما جيت فكرت مع نفسي ليه ممكن الواحد يزهق مع نفسه او من نفسه مع انه هو اصلا بيحاول بيجاهد، اكتشفت انه هو ده اللي الشيطان عايزنا نوصل له. البوينت بتاعت اليأس، فكرة ان انت تيأس من نفسك وتحس انه انا خلاص مفيش مني امل، مفيش مني رجا. فهو عايزك في البوينت بتاعت اليأس وتفضل في الزون دي وما تطلعش، ما تعملش اي حاجة جديدة، اي حاجة مختلفة، او تطور من نفسك دينيا نفسيا اي حاجة. هو مش عايزك، هو عايزك في أسوأ حالاتك حرفيا. هو الشيطان عايز كده. فازاي ممكن مزهقش من نفسي من محاولاتي الدائمة، وإن أنا كل مرة برجع لنقطة الصفر؟ إزاي ما أزهقش إن أنا برجع لنقطة الصفر أصلا؟ لقيت إن الموضوع متلخص كده في كذا حاجة. إنه إزاي ما أزهقش من نفسي وكل مرة أقع وأقوم تاني من غير ما أتضايق ومن غير ما أجيف أب، أوكي؟ إن أنا أحاول أتغير، وده بيحاول أتغير. طيب إزاي أحاول أتغير؟ أحاول أتغير في طريقة تفكيري أولا، تمام؟ لقيت إن أول حاجة عشان ما أزهقش من نفسي هي فكرة إن أنا لازم أعترف إنه الأخطاء كلها أو محاولاتي اللي كانت قبل كده في الفشل دي بتاعتي أنا، إنه مش حد تاني هو اللي سبب في الخطأ ده أو في الفشل ده. يعني لأنه أول خطوة من خطوات التغيير عامة في أي حاجة الاعتراف بإنه أنا المسؤول عن ده، أتحمل مسؤولية كل حاجة. فلما أتحمل مسؤولية إنه كل محاولاتي اللي كانت قبل كده واللي فشلت كانت بسببي أنا، ده مش هيغير حاجة غير إن هو أول نقطة في مرحلة التغيير. يعني أنا مثلا ممكن أقول دلوقتي سهام هي السبب في إنها مثلا ما عملتش كذا وكذا وكذا، ده مش هيخليني اخد خطوة لقدام، بس انا على الاقل خالص شلت المسؤولية، لان دي اول نقطة في التغيير. انه ما افضلش ارمي مسؤولية كل حاجة على الشيطان، او ما افضلش ارمي مسؤولية كل حاجة على الاشخاص اللي حواليا، هم اللي وصلوني للبوينت دي، هم اللي عملوني كذا. لو مثلا بدأت دايت وعايزة أقطع سكريات أو حاجة، ما ينفعش أرمي كل مرة مسؤولية إن أنا بغلط أو إن أنا برجع للسكريات تاني على أصحابي. لأ، أنا لازم أتحمل المسؤولية عشان في المرة اللي بعدها أبقى عارف إن أنا اللي وصلتني للبوينت دي تاني. دي أول نقطة في إن أنا مزهقش من نفسي. هي مش هتغير كتير، بس فكرة الاعتراف في حد ذاته دي حاجة حلوة. دي مش كل حد بيعملها، الأقوياء بس هم اللي بيعترفوا إن هم المسؤولين على الخطأ بتاعهم. تاني حاجة ودي من أهم الحاجات في البوينت بتاعت إزاي ما أزهقش من نفسي في محاولاتي الدائمة للتغيير، هي إني أتقبل. محتاجة أتقبل حاجات كتير، محتاجة أتقبل فكرة إن أنا ضعيفة، إنه شئت أم أبيت إنه أنا ضعيفة. هو ربنا خلقني كده، في حاجات أنا مش هقدر أعملها. في آية في سورة النساء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا أطلع لكم المصحف عشان ما أغلطش فيها. الآية بتقول بسم الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. انتوا متخيلين؟ يعني ربنا نفسه بيقول لنا أنا خلقتك ضعيف، فأنا محتاجة أتقبل فكرة إن أنا ضعيفة وإن في شهوات معينة أنا مش هقدر عليها، تمام؟ بس كل المطلوب مني إن أنا أجاهد. مش معنى إن ربنا خلقني ضعيف وإن أنا في شهوات معينة إن أنا مش هقدر عليها وإن أنا هرجع أغلط تاني وهقع في نفس الشهوات دي، معناها إن أنا خلاص أرمي الطوبة بقى وأقول ما أنا ربنا قال إن أنا خلقني ضعيف. بس أنا محتاجة أتقبل فكرة إن أنا اتخلقت ضعيفة عشان ما أقساش على نفسي وعشان ما أزهقش من نفسي. يعني في كل مرة مثلا
قررت فيها انك تلتزم بالصلاة او تلتزم بعبادة معينة او تبعد عن ذنب معين مثلا، وبعدين جيت وقعت في الذنب تاني وجهدت وقمت، وبعدين جيت وقعت في الذنب تاني، وبعدين جهدت وقمت، وبعدين جيت وقعت في الذنب تاني. الشيطان عايزك بقى تيأس من نفسك، تمام، وتقول انا مفيش مني رجع وتفضل مكمل في الذنب، ماشي. فانت هتفضل مكمل في الذنب كنوع من انواع عقاب لنفسك، لان انت شايف ان انت ولا حاجه وان انت شخص وحش، تمام، وزهقت من نفسك وخلاص فقدت الامل فيها. بس في الحقيقه ربنا مش بيقولك كده. ربنا بيقول في الايه انا عايز اتوب عليك، يعني هو ربنا عايزك تيجي عشان يتوب عليك، تمام، وبيقولك كمان انت اتخلقت ضعيف، هو ده يعني. تقبل فكره ان انت اتخلقت ضعيف وافضل مكمل. فدي بالنسبه لي من اهم البوينتس في بتاعت انه ازاي ما ازهقش من نفسي، ان انا اتقبل كوني ضعيف، وفي نفس الوقت كمان اتقبل فكره ان انا محدود، انه ان انا بني ادم محدود. في التنميه البشريه واليومين دول تلاقيهم عمال يقول لك انت تقدر، انت مش عارف ايه، وتلاقيهم موصلين لك فكره ان انت قادر على كل حاجه وان انت قوي وان انت، بس في الحقيقه لا. انا شايفه رايي انا الشخصي ان ربنا ادى لكل واحد فينا حاجات هو شاطر فيها، اوكي، وحاجات هو مش شاطر فيها. انت محدود في حاجات معينه، انت لازم تتقبل فكره ان انت محدود في حاجات معينه. فكره التقبل ده هيخليك ما تيأسش من نفسك. مش هقول ان هو هيخليك يوقفك ومش هيخليك تسعى، اوكي، بس هو فكرته انه مش هيخليك تيأس من نفسك، بالعكس هيخليك تقوم تاني، وهكذا وهكذا. كمان في فكرة التقبل، انا من رأيي الشخصي كمان محتاجة اتقبل انه او افهم انه البني ادم عبارة عن طاقة نفسية، والطاقة النفسية دي بتفضى وتمتلي، بتفضى وتمتلي. ليه؟ لأن أحيانا بيجي علينا وقت كده بنحس إنه أنا عايزة أغير حياتي كلها، أنا هصحى الصبح هشرب 2 لتر مية وهنزل أجري كل يوم وهتمرن 5 مرات وكل حاجة وكل تغيير وهشتغل كويس أوي، هعمل كل حاجة. أسبوع وبعدين تلاقي نفسك نزلت كده مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة من الحماس اللي كان موجود. ليه؟ لأن ببساطة هي دي طاقتنا النفسية. طاقتك النفسية أحيانا بتبقى أون بيك، أوكي، وأحيانا تانية بتبقى تحت خالص. أنت مش دايما هتبقى أون بيك، تمام، في أوقات هتيجي عليك في اللو قوي. أنت محتاج تتقبل الفكرة دي إنه عادي إن يحصل كده. ازاي طاقتي النفسية بفقدها دي جزء تاني خالص، في حاجات كتير تخليك تفقد طاقتك النفسية، وازاي ارجع طاقتي النفسية برضو دي حاجة تانية خالص. بس تقبل فكرة ان انت مش دايما هتبقى بيك ان انت تعمل الحاجة المظبوطة، او ان انت تحس بالحماس ان انت تشتغل وتعمل الحاجة اللي مطلوبة منك، او ان انت تحس بالحماس في بداية رمضان مثلا جاي علينا. هتحس في بداية رمضان حماس مش طبيعي، وتقرا الورد بتاعك وازيد من الورد، وبعدين تيجي في الاخر تلاقي نفسك بتدروب، فتقول ايه بقى، انا تركت عباده اهو، طب ما اترك كل العبادات، تلاقي نفسك كمان بتوقع الصلاه، فتيأس من نفسك. لا، مش ده المطلوب، والشيطان عايزك تعمل كده. مش ده المطلوب خالص. المطلوب ان انت تتقبل انه في اوقات هتبقى طاقتك عاليه وفي اوقات هتبقى طاقتك قليله. فلما انت تتقبل البوينت دي هتقدر تكمل من غير ما تفقد الامل في نفسك، وهتقدر تقوم تاني على رجليك. طيب، بعد فكرة التقبل وبعد فكرة الاعتراف، المفروض بقى ايه؟ مينفعش اتقبل واعترف وافضل مكاني. يعني انا زهقت من نفسي دلوقتي، فانا محتاج اتقبل ومحتاج اعترف عشان ما ازهقش من نفسي. البوينت اللي بعد كده هي فكرة المحاولة، ان انا لازم احاول، عشان انا لو زهقت من نفسي وفضلت مكاني فانا هفضل مكاني الى الابد، الى الابد حرفيا. فانا محتاج احاول. البوينت بتاعت المحاول ان انا احاول يعني فيها دي، الموضوع فيها شوية محتاج شوية عقل. وتاني ارجع للبوينت بتاعت محدوديتي، او ان انا اعرف ان انا محدود. بمعنى ان انا لما اجي احاول اتغير وانا فعلا نوية التغيير في كل جوانب الحياة، سواء نفسي سواء ديني سواء اي حاجة، انا لازم احط اهداف تكون واقعية. تمام، انا كلمتكم قبل كده على البوينت بتاعت الاهداف الواقعية، ممكن ابقى اسيب لكم الفيديو ده. بس انا لازم احط اهداف واقعية انه اقدر امشي عليها بناء على طاقتي ومحدوديتي. ما ينفعش احط حاجات اكستريم واقول هو انا ليه بفشل، هو انا ليه ما قدرتش اوصل، هو انا ليه بزهق بسرعه، هو ليه اللي حوالي. عشان ده مش طاقتك، عشان دي مش حدودك، انت حدودك اقل من كده شويه. ودي مش حاجه وحشه، دي بجد دي مش حاجه وحشه. انه
اعترف ان كل واحد فينا عنده ليميت معين، عادي، هو ربنا خلقنا كده. انت عندك ليميت معين في حاجة، بس هتلاقي ليميت اكبر في حاجة تانية، فدي مش حاجة وحشة. فحطوا اهداف تكون منطقية تقدروا ان انتوا تمشوا عليها. ومن البوينتس كمان اللي هتفرق معانا قوي في فكرة ان انا مزهقش من نفسي واتقبل فكرة ان انا هقع دايما، وانه في حاجات مش هقدر اكمل فيها للاخر وهفشل وهرجع لنقطة الصفر وارجع تاني، هي اني افهم اصلا ان هي دي الدنيا. تمام؟ انه يا ابن ادم، انت جيت الدنيا عشان تحاول، عشان تجاهد نفسك وتجاهد كل الشهوات اللي حواليك ايا بقى كانت شهوات ايه دي. اوكي؟ وهتقع فيها وهترجع تجاهد، وهتقع فيها وترجع تجاهد، وربنا فاتح باب التوبة عشان كده. يعني مشكلتنا احنا البني ادمين ان احنا بننسى احيانا هو احنا جينا ليه اصلا. اه، احنا جينا للعبادة، تمام، بس هي طريق العبادة مش ماشي كده، يعني او مش ماشي كده. هو ups and down ups، شبه كل حاجة في الحياة، شبه نبض قلبك، كل حاجة في الحياة. فما تيأسش من نفسك لأن هو أصلا ربنا خلقك كده. ربنا خلقك حلو، ربنا خلقك ضعيف، ربنا عارف ان انت هتقع في شهواتك بس عايزك تقوم تاني. ما هو ربنا خلق جواك الشهوات دي عشان هو عايزك تقوم تاني، عايزك ترجع وتتوب وتعبده تاني، والا لو كان ما كانش ربنا خلق جوانا الشهوات دي. فما ينفعش نيأس من نفسنا خالص في البوينت دي. بالعكس، زي ما قلت لكم، هو الشيطان عايزنا نوصل للبوينت بتاعت اليأس. تمام؟ وافتكروا كمان ان احنا عباد الله. تمام؟ ففكرة ان انا ايأس من نفسي معناها ان انا بيأس من ربنا، لان انا عبد ربنا مش اكتر. وربنا قال فلا تقنطوا من رحمة الله. فاعتقد ان مفيش اروع من ده حاجة ممكن ننهي بيها الفيديو. ان لو حسيت ان انتوا يئستوا من نفسكم وزهقتوا من كتر محاولاتكم التي باءت بالفشل، لا تقنطوا من رحمة الله لان انتوا عباد الله. فما تزهقوش من نفسكم، وافتكروا انتوا جيتوا الحياة عشان كده، عشان تقعوا وتقوموا وتجاهدوا وتتوبوا وتحاولوا لغاية ما يشاء الله وتنتهي حياتنا. بس ما تيأسوش من نفسكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي. يا عبادي الذين أسرفوا على